هلا. كده لاباس. لاباس، وانت كي دايره؟ الحمد لله. راكي مليحه؟ الحمد لله. باغي نسقسيك، اه. انت مصنقله ولا مربوطه؟ آه. ما عليك دخل. ها؟ ما عليك دخل. مالية دخل. ياه. سامحيني. انت اللي نزلت ليه؟ كيف انا اللي نزلت؟ انت اللي هربتي، انا ما والله نزلت. والله والنعمه دي انا ما هربت ولا نزلت. انا لقيت نفسي بره، جيت ابعت لك لقيتك قافل الجستات. لا ما قفلت. والله قافل الدعوات عشان ما حدش يبعت لك. اريد ان اسالك، هل من المعقول واحدة كيما انت انا اهرب منها؟ كل هذا الجمال وهذا الزين والحياة والنور وبلك النمر وكيف نتفهم الآن؟ ولا راحت في 60 داهية هي ايه؟ الحكم؟ لا، انت جاي عشان انفذ لك الحكم يعني؟ أنا أبسالك حكم، صح ولا غلط؟ صح. ايه، شو رأيك؟ يلا. شو اوكي. الحكم الذي كنت تنفذيه؟ يلا بتغزل فيك. أتغزلي. هاي، ادخل جولة. أنا داخل. شو هالجمال يا ابو جمعة، شو هالحلاوة يا ابو جمعة، شو هالزين يا ابو جمعة. انت راكي تباني لي كيما المعلق تاع البالو، راكي كيما عصام الشوالي، يا تغزلي هاكو بالحنينه. انت راكي تعلقي على ماتش ولا راكي تهضري معايا انا تغزلي فيا؟ الله يسعدك، غششوني كلام غششوني، انا ما اعرف اتغزل والله بحد. ما عشقتي في حياتك؟ لا لا. ما تكلمتيش في الليل في التليفون في الليل على 12 تاع الليل لا في لا ما الظلمه أعرف. ومدخله راسك تحت الكوفيرتا؟ اقعد تعال. شكون هذا اللي بيذبح؟ شكون؟ الله يلعنك روحي، ولا يلعنك. الله ينعلها، حتى انا معك. شكون هذه اللي بتذبح؟ ابو جمعه انا هفصل الجوله دي وابعت من تاني عشان انا عملت لها حظر عشان ما تبقاش موجوده. ما فهمتك وابعت بقى جوله. والله، ما فهمتك. هفهمك اهو. اقبل. انا قابلت. في حد حاطط صوره وحشه دعمني فانا عملت حظر، فالصوره مش هتروح غير لما انزل من الجوله. ليش يعني ليش؟ ناس سفله بقى، نعمل ايه؟ ما قلت لهم باللي ابو جمعه بيحبني؟ قلت لهم انا خطيبه ابو جمعه وبرضه ما في فايده. قولي لهم انا خطيبه ابو جمعه على الهواء. اخواتي، اصدقائي، حبايبي، انا خطيبه ابو جمعه على الهوا كده. اي تغزلي، كملي لي الغزاله، كملي. عمري يا ابو جمعه، ايه العيون الجميله الحلوه دي، ايه خفه الدم دي، ايه اللبس اللي هياكل منك حته دي، يا ارض تقدم عليك قد، ايه الجمال ده، ايه الرومانسيه دي يا ابو جمعه، زواوش رمي ايه اسامه. الكتكوت ده يا ابو جمعه. كيف؟ ده انا مش هسيبك خلاص. هو انت خانكه مش شايفاني بتغزل؟ خليها تتغزل. من هذه امك؟ الهبله بنتي. بنتك؟ ايوه. انت منفصله مطلقه؟
ايوه. بموت فيكم والله وتغيظوني، المطلقات واليتيمات تغيظوني، وأنا الآن يأتيني البكاء. ليه؟ صعبنا من عليك؟ من كثرة الفرحة، من كثرة الفرحة، لأني لا صعبنا أنا عليك؟ أه صعبنا عليك؟ لا، أنا أريد أن أعمل معكم المعروف. شكرا فيروزة. انا عندي ستة اولاد. سيكونون بإذن الله كلهم أولادي من الرضاعة. ايوه. ما تبقاش جوز ام قاسي، عايزاك تبقى جوز ام لا لا، طيب حنين. أكون جوز أمهم وهم يكونوا أولادي من الرضاعة. ولا كيف يسموهم حق هذوك إخوتهم من الرضاعة، سيكونون أولادي في سبيل الله. ايوه هتربي الستة هتدخل بهم الجنة إن شاء الله. وأنا أين أبوهم؟ الله يرحمه. الله يرحمه، الحمد لله اللي مات. ايوه الله يرحمه. ريحتي منه، الحمد لله. كان غابنك شوية. يلا يعني مش عايزين نتكلم على حد ميت. هذه دعوتك خرجت فيه، باينة دعيتي عليه ودعوتك خرجت حوجي، هذه باينة، هذه ربي يستجب لك. ايوه هو كان خارج من البيت ودعيت له دعوة ما رجعش تاني. الله يرحمه على كل حال. أكيم سامحاته ولا ما كيم سامحاته؟ نص نص. نصي بص. أوه ريمي أسامة حفظك الله ونورك. نص نص. ضيفوه ريمي أسامة. نصي بص. لا كان يعني كان مجوعني وانا والعيال الستة، وكان مقعدني بالشارع وما كان يصرف علينا، وكان مفهمني ان هو غني. بعد ما مات طلع فقير وطلع شحات وما عنده حد ولا عنده حاجة اورثها. سبحان الله. والله كل هذا كمال يكذب عليه، ما كذب يصير علي. والله. قال لي جيبي لي 6 عيال بتورثيني. جبت 6 عيال وبعد ما مات ما ورثتش حاجة غير 6 عيال والهم. ورثتي شعر. الهم ورثت منه الهم. معليش أنا جلب ربي، أنا عارف أولدي لي واحد فقط. أنا ما أقول لك 6 ولا 7 ولا 8. أولدي واحد. وعندك ماذا تورثين؟ السيارات عندك فلوس؟ والسكنات والعمارات والشاحنات والجرارات، كل هذا سيكون من نصيبك ومن نصيب ابنك بإذن الله في المنام إن شاء الله. أي ابن؟ لا هم ال6 عندي 6 يبقى من نصيبي ونصيب. لا بتورثيني أنا يكون لك ولد. ما تستطيع أن تورثي من عندي بأولادك من الرجل الثاني، صح ولا غلط؟ هو أنا لسه هخلف تاني؟ خلفي واحد معي وسترثين كل شيء، واكتبي لأولادك من الرجل الثاني في وجه الله. طب إيه رأيك إن أنت تاخد عيل وتكتبه باسمك وتتبناه وخلاص؟ لا التبني حرام. أنا ما أدخل في هذه المتاهات وأريد أن أدخل جهنم. لا أريد أن أدخل جهنم. التبني حرام؟ حرام أكيد، حرام التبني. أنا أخلي في معي واحد، نخلفوه واحد ومن بعد طب ازاي هتربي ال6 طيب؟ ها؟ ازاي هتربي ال6 لما هو حرام؟ ما فهمتك. يعني ال6 اولاد اللي عندي ولادي ازاي هتربيهم؟ أربيهم على الطاعة وعلى الدين وعلى الخلق، وأكتب لهم من مالي الخاص دكاكين وسيارات وعندما أموت أنت وابني الذي معك ترثون كل الثروات الطبيعية،
وبعدين تقسموا عليهم، لكن لا طب لا أمركم. ثواني، انت عندك املاك كتير؟ عندي أملاك كثير، ثروات طبيعية وكوارث طبيعية عندي، اوكي طب، اوكي انا موافقه. امتى؟ والشركات. طب امتى هنتجوز عشان امتى تموت؟ ها؟ امتى هنتجوز عشان وبعدها امتى هتموت؟ إن شاء الله بعد عامين. يعني هتموت بعد عامين؟ إن شاء الله. يعني انا اتجوزك اقعد معاك سنتين عامين واه. وبعدين تموت انا اورث. حلو والله، صفقة حلوة، انا تبقى موافقة. حلوة وإن شاء الله بالك ربي يجيبها لك في راسك أنت الأولى، ما تديريش عليها. ما هو انا لو مت انت هتورث الست عيال كاملين. ما عندي فلوس، ما عندي املاك، ما عندي حاجة غير الست لا اولاد. لا، يورثوا أنا منك انا والشفا على قلبك. سوف أرث الشعر اللي ورثته من راجلك. انا ما ورثت منه اي حاجة خالص غير بس الاولاد اللي ورثتهم اللي هم 6 اولاد، انت هتورثهم لو انا مت. لا لك ورثة منه الشعر. شوف أنا احنا عم هنكتب عقد، احنا هنكتب عقد ما بيننا يوم الجواز، تمام؟ ايه هو العقد؟ ان انت لو مت الاول انا اورث كل املاكك، كل ما تملك، وابنك الولد ابننا يعني، وانا لو مت الاول اكتب في العقد ان الاولاد انت تورثهم من بعدي، تربيهم وتعلمهم وتجوزهم وكده يعني. وينو المشكل؟ هذه صفقة رابحة. خلاص موافقة. موافقة؟ أيوة، والأحكام الآن؟ كله تكبيس، كله تكميس. ما نزل لك دعم، نازل لك كله تكبيس. معليش، خممي في الموضوع وبعدين نلتقي. خلاص موافقة. شكرا إلك. يلا باي. باي باي. باي باي. راهم ينقزوا قوية.